هو عمل كومباينيشن او دمج ما بين كذا تكنولوجي بتخلي الجلد يرجع تاني للحياه. ستريتش ماركس او علامات تمدد الجلد مشكله بتواجه ستات كتير قوي، وزمان كانوا يقولوا لنا ان هي ملهاش حل. انا كنت بقول ملهاش حل قبل ما شفت باي 1 الصراحه. طب قولي لنا بقى ليه باي 1 وايه التكنولوجي بتاعته اللي قلبة الدنيا دي؟ الستريتش ماركس عامه هي ديد سكين، يعني الجلد من كتر ما حصل تمدد ليه هو ما بقاش عنده اي نيوترينز او حاجات تغذيه فيرجع يجدد نفسه تاني. لما حصل ده الجلد حافظ على لونه، الاول بيبقى احمر وبعدين لما ما يوصلوش اي دم او اي حاجات تغذيه بيبقى ابيض، وده بيبقى اصعب حاجه في علاجه. يعني احنا بنقول لما اول ما تبقى الستريتش ماركس لونها احمر ممكن نلحقها بحاجات تحفز انتاج الكولاجين والالاستين فممكن تتحسن، بس honestly كانت بتحسن بنسبه like 40% 40% من النتائج كانت بتطلع بعد عناء، يعني ناس بتعمل سيشنز كتير طبعا من غير ما تلاقي نتيجه. بس بعد باي 1 هو عمل كومباينيشن او دمج ما بين كذا تكنولوجي بتخلي الجلد يرجع تاني للحياه. فالكلام ده مش موجود في اي جهاز، ولو كان موجود كان بيبقى كل حاجه لوحده بتارجت حاجه معينه من غير ما يبقى كله مع بعضه. فهو انوفيشن ان هو بيرجع الخلايا تاني للحياه، وده اصلا اللي احنا عايشين فيه الايرا بتاعه الطب التجديدي او الريجنريتيف ميديسن عامه.